يعود الهلال يتصدر الدوري السعودي بعد فوزه على فريق الرياض 6-1، نتيجة وأداء كبير جدا لنادي الهلال النهارده. الهلال بيتقدم في الشوط الأول بهدفين عن طريق متروفيتش، المحطة القوية جدا، الصفقة الرائعة جدا لنادي الهلال، بيجيب هدف من ركلة الجزاء، ثم هدف تاني عن طريق ياسر الشهراني بيقفل بيه الشوط الأول. أداء ولعب ونتيجة وسيطرة كبيرة جدا من نادي الهلال مع تألق كل نجوم الهلال، خصوصا سافيتش النهارده كان عامل مباراة أكثر من رائعة في مباراة النهارده. في الشوط الثاني الهلال بيكمل السيرك وبيجيب اهداف تانية، نصر الدوسري بيجيب جون، سالم الدوسري بيجيب جونين، مالكم بيجيب جون. زي ما بقول لكم سالم الدوسري نسخه جديده جدا بيقدمها الفتره دي منذ تعاقد الهلال مع نيمار. كل ماتش بقول لكم الكلام ده، منذ تعاقد الهلال مع نيمار سالم الدوسري رجع لنسخه زمان وتالق وعامل مباريات كبيره. شفنا في شوط ميشيل كان عامل مباراه جيده جدا، ولكن خرج وبينزل الساحر الغدار نيمار بينزل يعمل شغل هايل، ينزل يشتغل بشكل جيد جدا، ينزل كده بيسخن مع الهلال في البدايه وعمل مباراه اكثر من رائعه. زي ما بقول لكم النهارده سافيتش انا شايفه احد نجوم مباراه النهارده. كوليبالي كان فايق ورا وكان قاطع كور كتير وكان شغال بشكل كبير. زي ما بقول لكم الهلال كان سيطره واداء وتحكم وريتم عالي جدا في مباراه النهارده. زي ما بقول لكم الهلال بيطلع بالصداره ل 16 نقطه وبيبعد شويه مش قوي، لكن في الصداره وفي بدايه الدوري كده بتفرق معاك كتير جدا. لعب واداء ونتيجه وشغل عالي جدا. 6-1 نتيجه كبيره، غزاره تهديفيه كبيره جدا. الهلال ماشي بخطى ثابته الفترات الاخيره، كسبان الاتحاد قريب والنهارده بيكسب مباراه، ولسه عنده تحديات وعنده مباريات قويه جدا بعد اكتمال صفوف الفريق ونيمار يرجع يبقى من العناصر الاساسيه وكتيبه نجوم الهلال تكمل. الهلال هيبقى احد اقوى الفرق اللي موجودين في اسيا الفتره القادمه. الف مبروك لجمهور الهلال مكسب النهارده، في انتظار متابعه باقي ماتشات دوري روشن السعودي ان شاء الله. الدوري القوي، الدوري الممتع اللي الناس كلها بتحب تتابعه الفترات الاخيره.